اساسيات تصميم سايكل الهرمون. وده فيديو مهم جدا لاي حد عايز يستخدم الهرمونات بهدف بناء العضلات، وهيجنبك الوقوع في اخطاء كبيره جدا، وهيساعدك ازاي تحدد السايكل بتاعك. هل هي بتكون اختيار المركبات بيكون عشوائي؟ الجرعات بيتم اختيارها بناء على ايه؟ هل انت بتروح تجيب سايكل من على الانترنت مثلا من جوجل، تكتب مثلا سايكل بيج رامي او سايكل كريس بامسد وتروح تمشي عليها ولا لا؟ ولا بتروح تمشي على سايكل الكابتن او صاحبك مشي عليها وجابت معاه نتيجه؟ ففي الفيديو ده هكلمك على بعض اساسيات السايكل ديزاين، مش بهدف الترويج لاستخدام الهرمونات، ولكن بهدف تقليل الاعراض الجانبيه والعبء المادي من استخدام الهرمونات. اول قاعده معانا في السايكل ديزاين وهي لازم أن تحدد حالتك الصحيه وهدفك. يعني ما ينفعش انت تكون شخص عندك امراض زي السكر او الضغط او الكوليسترول وتروح تبتدي السايكل هرمون من غير اما تكون واعي بالامراض دي، او من غير ما تكون واخد الاحتياطات الواجبه. او مثلا انت ممكن تكون شخص صحي بس في العيله بتاعتك او الفاميلي هيستوري في ناس مصابين بامراض زي الكوليسترول او القلب والضغط، وتخش سايكل عمياني من غير ما تكون عارف المعلومات دي. ولازم قبل ما تبتدي السايكل تعمل تحاليل شامله عشان فعلا تقيم صحتك وتشوف هل في نقص في العناصر الغذائيه، هل الغدد شغاله كويس ولا لا، تعمل صوره الدم بتاعتك، تعمل وظائف الكلى، تعمل تحليل انزيمات الكبد. وفي ناس في نقطه التحاليل ده بتكلف نفسها كتير جدا وبيعمل تحاليل كتيره، وفي ناس بتكتفي بالتحاليل الاساسيه. فانت اول اساس معانا في السايكل ديزاين ان لازم تحدد حالتك الصحيه قبل ما تبتدي السايكل. بالنسبه بقى لتحديد هدفك، فانت لازم تكون واعي انت بتاخد الهرمونات دي ليه، ولازم أن يكون ليك سبب مقنع. هل انت شخص عايز تخش بطولات كمال اجسام؟ هل انت شخص مثلا عايز تحترف رياضيا؟ ولا انت مجرد شخص عايز تاخد هرمونات بهدف تحسين جوده الحياه بتاعتك او تحسين المظهر العضلي بتاعك؟ لان بناء على هدفك في اختيار المركبات والجرعات بيفرق فرق السماء والارض. ولازم برضو تحدد حالتك الماديه، لان سكه الهرمونات سكه مكلفه جدا. فلو انت مقتنع ان انت مجرد ان انت معاك مثلا فلوس الهرمون اللي انت هتاخده ان انت كده مقتدر ماديا، فانا حابب اقول لك ان اقل تكلفه في السايكل هي الهرمونات ذاتها، انما الاكل مثلا والتحاليل دول اللي بيكونوا متعبين ماديا. تالت اساس معانا في السايكل ديزاين وهو اختيار المركبات. اختيار المركبات ما بيكونش عشوائي، اختيار المركبات بيفرق ما بين شخص اول مره ياخد هرمونات وما بين شخص تاني محترف. ولو انت مشيت بالخطوات اللي انا قلتها فانت اوريدي اصلا حددت هدفك من استخدام الهرمونات، فده برضو بيفرق في اختيار المركبات بتاعتك. يعني ما ينفعش مثلا يكون انت شخص اول مره تستخدم هرمونات وتتوقع ان انت تخش بطوله كمال اجسام كمال اسبوعين، يعني الكلام ده ما بيحصلش. وما ينفعش برضو ان يكون شخص اول مره تستخدم هرمونات وتروح تستخدم لي مثلا ترن وتست وديكا مع بعض، لان انت كده بتعك على الفاضي. لازم أن تكون حذر في اختيارك للمركبات، وتبتدي بالمركبات اللي الاعراض الجانبيه بتاعتها قليله، وتبتدي تعلي الجرعه تدريجي لحد ما تشوف استجابه جسمك عامله ازاي للهرمون. وانا دايما مثلا بقول للناس ان اول سايكل لازم يكون عباره عن تست فقط لمده طويله، مش 8 اسابيع، يعني غالبا فوق ال6 شهور، وتبتدي تشوف الاستجابه بتاعتك من حيث الفوائد والاعراض الجانبيه لما بتعلي الجرعه بالتدريج. يعني اول مره بتبتدي 250 مثلا مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع لمده مثلا 8 اسابيع، وبعدها على حسب الفوائد والاعراض الجانبيه اللي انت حسيت بيها هتبتدي تعلي الجرعه تدريجي توصل مثلا 500، تبتدي تشوف هل حصل لك اعراض جانبيه خطيره ولا لا. لو انت كويس فتبتدي تعلي الجرعه تدريجي لحد ما توصل لاقصى جرعه جسمك يقدر يستحملها من غير اعراض جانبيه او باعراض جانبيه قليله. وبرده ما ينفعش مثلا ان في اول سايكل ليك تكون حاطط مركبين مع بعض، وطبعا دي وجهه نظري او انا من مدرسه التست اونلي سايكل في اول سايكل هرمون ليك، بحيث ان انت تعرف استجابه جسمك للهرمونات عامله ازاي من حيث الفوائد والاعراض الجانبيه. رابع اساس معانا هو تحديد الجرعات، وده بيتم بطريقتين: طريقه بتكون مبنيه على الدراسات او الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت على المركب ده على البشر، او الترايل اند ايرور، ودي بنستخدمها للمركبات اللي ما فيش دراسات اتعملت عليها على البشر. الكلينيكال ترايل ميثود دي طريقه دوائيه شويه، دي بتكون مبنيه زي ما احنا بنستخدم اي دواء، ان هي بتكون ملي جرام من المركب لكل جرام من جسمك. يعني لو افترضنا مثلا ان المركب اكس الجرعه بتاعته في الكلينيكال ترايلز هي 10 ملي جرام لكل كيلو جرام، فانت لو انت شخص 100 كيلو جرام فانت جرعتك هتكون 1000 ملي جرام مثلا. طب لو انت شخص 70 هتكون جرعتك 700 ملي جرام. وانت ببساطه بتعرف الجرعه دي بان انت بتسرش مثلا في جوجل سكولر او في الدراسات عن الجرعات اللي تم استخدامها في البشر، وتبتدي تشوف بناء على وزنك فانت بتستخدم الجرعه. يعني لو افترضنا مثلا ان التستوستيرون الجرعه الموصى بها هي 2 مللي جرام لكل كيلو جرام، فانت مثلا لو انت شخص 100 كيلو جرام فانت هتاخد 200 مللي جرام في الاسبوع. لو انت شخص 50 كيلو جرام فانت هتاخد 100 مللي جرام في الاسبوع، وهكذا. طبعا الطريقه دي بتكون غالبا للناس اللي بتدور على التي ار تي، او ان هو مثلا سنه كبير فبيحاول يعوض الهرمونات فبيبتدي باقل جرعه ممكنه. انما غالبا في كمال الاجسام انت بتعتمد على الترايل اند ايرور، ومعظم الناس بتبتدي مثلا بجرعه تستوستيرون 250 مللي جرام ويبتدي يعلي الجرعه تدريجي. دي الجرعه اللي بيسموها الجرعه اللي هي اقل جرعه تديك نتيجه، او ده بناء على الناس في لعبه كمال الاجسام. خامس اساس معانا في السايكل ديزاين وهو تحديد الانسيلريز او المركبات المساعده اللي انت هتستخدمها، ودي ما بتكونش عشوائيه. يعني ما تروحش مثلا تدور على النت تلاقي ان الناس يقول لك لازم تشتري نولفاديكس واتش سي جي وتشتري مش عارف ايه. لا، الكلام ده بيتم بناء على الخطوات اللي انت مشيت بيها قبلها.
يعني مثلا لو انت شخص عندك في العيله ارتفاع في الكوليسترول، او انت اصلا تحليل الكوليسترول بتاعك مضروب شويه، يعني مثلا الاتش دي ال اللي هو الكوليسترول الجيد قليل والكوليسترول الضار عالي، فانت تبتدي مثلا تفكر انا ممكن اضيف نايسين، ممكن ابتدي اضيف ازيتامايب، ممكن مثلا تبتدي تفكر في شويه تغيرات في الدايت واللايف ستايل بتاعك. لو انت شخص مثلا الضغط بتاعك عالي، فانت ممكن تبتدي تفكر في السيالس او حتى ادويه الاربس. لو انت شخص مثلا عندك ارتفاع في الاستروجين، فانت ممكن تبتدي تفكر في الاروماتيز انهبيتورز او حتى السيرمز زي النولفاديكس. لو انت مثلا شخص عندك مشكله في الخصوبه وعايز تخلف مثلا اثناء السايكل او اثناء استخدام التستوستيرون، فتبتدي تفكر في حاجه زي الاتش سي جي او الكلوميد او الاتش ام جي. لو انت شخص عندك صلع وراثي، فتبتدي تفكر في حاجات زي الفينوسترايد والمينوكسيديل. لو شخص مثلا عندك حبوب شباب، فتبتدي تفكر مثلا في كريم تريتينوين او الازيليك اسيد، او حتى ممكن في بعض الحالات ان انت تعتمد على النت لوك لفتره معينه وهكذا. فتحديد الانسيلريز بيكون على حسب اصلا حالتك. انت ممكن تكون شخص صحي 100% وتبتدي تستخدم مثلا تستوستيرون وتعلي الجرعه لحد 500 700 وتلاقي ان مفيش اي اعراض جانبيه ظاهره. فليه تحط لنفسك العبء انك تستخدم الانسيلريز؟ لان كل انسيلري من دول بيجي باعراضه الجانبيه، فانت لازم تمشي بالخطوات اللي قلت لك عليها عشان فعلا تشوف انت محتاج ايه. ما تحطش على جسمك عبء دواء انت مش محتاجه، لان انت بتعرض نفسك لحاجه اسمها البولي فارماسي او التفاعلات المختلفه ما بين الادويه. يعني مثلا ممكن يكون دواء حلو ودواء حلو لما بيتاخدوا مع بعض فيعمل لك تعارضات او انتر اكشن يديك تاثير سلبي. سادس ركن معانا في السايكل ديزاين وهو المكملات والتغذيه بتاعتك. المكملات لازما تستغلها باحسن صوره ممكنه، لان المكملات ممكن تغنيك عن استخدام ادويه او انسيلريز ثانيه لها اعراض جانبيه كتيره. فانت لازم تكون الدايت بتاعك 100% ومفيش اي نقص في العناصر الغذائيه في الدايت بتاعك، التحاليل بتاعتك العناصر الغذائيه كلها في النورمال رينج او كويسه. واستخدام المكملات برضو بيكون على حسب احتياجك مش عشوائي، لان في مثلا مكملات لو انت خدتها حتى لو تبان صحيه ممكن تعمل لك مشاكل. الفيتامين مع انها كلمه كويسه وصحيه بس كتير منهم ممكن يسبب لك مشاكل، فانت لازم يكون الاكل والدايت بتاعك يغنيك عن استخدام اي مكملات. بس لو احتاجت تستخدم مكملات فلازم تكون فاهم المكملات وفوائد والاعراض الجانبيه بتاعتها، وتبقى فاهم الجرعه السليمه اللي انت بتستخدمها بيها. والتغذيه دي شرحه نفسها. التغذيه مثلا عنصر مهم جدا في السايكل بتاعك. لو انت ما بتدخلش لجسمك العناصر الغذائيه الكافيه او نسبه البروتين الكافيه، فانت كده بتضيع وقتك على الفاضي. وغير كده التغذيه ممكن تكون سلاح سري ان انت تتخطى البلاتو من غير ما تزود الجرعه والمركبات اللي انت بتستخدمها. يعني مثلا لو انت شخص بقالك مثلا 6 شهور سنه بتستخدم تستوستيرون ولاحظت ان النتيجه بتاعتك ثبتت، فمش شرط انك تعلي الجرعه وتبتدي تستخدم مركبات جديده، لا انت ممكن تزود نسبه البروتين في الدايت بتاعك، فبالتالي زودت الانابوليزم شويه، فده هيساعدك في تخطي البلاتو من غير ما تضيف مركب او تزود الجرعه. واخر ركن معانا وهو التمرين، وده اهم ركن، ده اهم من الهرمونات وده اهم من التغذيه بتاعتك. التمرين هو اكتر حاجه هتحفز لك عمليه البناء العضلي. لازم أن تكون فاهم التمرين، اختيارك للتمارين وشده التمرين بتاعك كويس جدا، لان ده هيفرق معاك في نتيجتك في سايكل الهرمون. يعني لو انت شخص مش فاهم انت بتعمل ايه في الجيم ومش فاهم اختيارك للتمارين بيكون بناء على ايه، لسه معتمد مثلا على المدارس القديمه او بتسمع للمدارس الجديده من غير ما تكون فعلا فاهم حالتك وانت محتاج تمارين ايه معينه، فانت بتضيع وقتك في الفاضي. والتمرين برضو زي التغذيه بالظبط هو سلاح قوي في السايكل بتاعك، وبرضه هيساعدك في تخطي البلاتو لو حصلت ان انت تزود مثلا شده التمارين بتاعك. ده ممكن يغنيك عن ان انت تزود الجرعات بتاعه الهرمونات بتاعتك او حتى تزود المركبات اللي انت هتستخدمها. فانت لازم تكون استاذ ورئيس قسم في التغذيه والتمرين بتاعك قبل ما تنط في السايكل. طب دي الاساسيات بتاعه السايكل ديزاين. انا محتاج اكون في انهي حاله قبل ما ابتدي السايكل؟ اول حاجه انا شايف ان انت لازم يكون سنك فوق ال21، يفضل فوق ال25. ما بشجعش اي حد في سن صغير ان هو يبتدي هرمونات لسبب. انت ممكن تكون عندك 18 سنه ودرست الموضوع بشغف كبير جدا وبقيت استاذ ورئيس قسم في تصميم الهرمون وبقيت فاهم الهرمون ده مثلا فوائده واعراضه الجانبيه والتفاعلات بتاعته واختيار الجرعات وكل الكلام ده. بس في مشكله هنا، انت في السن الصغير ده ما بتكونش عارف لسه شغفك او طموحك ليه. انت ممكن تبتدي السايكل وبعد مثلا سنه فتحس ان الموضوع ده ما عادش همك قوي وتيأس خالص وتسيب الجيم وجسمك تلاقيه باظ خالص وهكذا. وده حال ناس كتيره ان هو ابتدى هرمونات في سن صغير وبعدين يأس من الموضوع فجسمه دلوقتي بايظ. فانت لازم تكون عاقل ورشيد وواعي انت ليه بتستخدم الهرمونات دي. فانا افضل ان انت تكون كبير في السن، ولازم تكون على الاقل بتتمرن سنتين في الجيم ووصلت لفورمه حلوه بالك ووصلت لفورمه حلوه ناشفه. يعني لازم أن تكون مريت بالمرحلتين، اللي هي المرحله اللي بيكون نسبه الدهون فيها عاليه شويه والمرحله الثانيه اللي يكون فيها نسبه الدهون قليله. لازم تكون برضو شخص مقتدر ماديا، سواء ان انت ليك شغلك اللي بيصرف عليك وفي فائض من الفلوس او انت اصلا من اسره غنيه ومش فارق معاك موضوع الفلوس ده. انما ما ينفعش ان انت تكون شاب مكافح ولسه في بدايه عمرك وتحط نفسك تحت ضغط
العبء المادي من استخدام الهرمونات. لان اولا التحاليل غاليه، لو حصل لك اي مشكله او اي مصيبه هتضطر تدفع فلوس كتيره، وغالبا الدكاتره مش هيعرفوا ينقذوك منها. يعني لو انت رحت مثلا لدكتور وانت مثلا بتعاني من مشاكل في الضغط او مشاكل مثلا في السكر، انت ممكن يكون عندك مشكله حقيقيه، بس انت لو انت قلت له انا باخد هرمونات فيقول لك من الهرمونات اللي انت بتاخدها انت اذيت نفسك. معظم الدكاتره هيتعاملوا معاك كده. طب لو انت كدبت عليه فهو مش هيبقى عارف السبب الحقيقي وراء مثلا ان انت عندك المشكله دي، فانت حطيت نفسك في مأزق كبير جدا، وانت ما عندكش الفلوس اللي تتيح لك انك تتواصل مع ناس مثلا عندها خبره او علم ممكن يحلوا لك المشكله بتاعتك. فما ينفعش ان انت تضغط نفسك ماديا لو انت شخص مكافح وما عندكش فلوس وتبتدي تدخل هرمونات، لان انت هتاخد منها مصايب اكتر ما هتاخد منها فوائد. طبعا الموضوع ممكن يكون يعني يقول لك انا هشتري بس سايكل هرمون واخده مثلا 3 شهور، التستوستيرون والحاجات دي رخيصه، يعني اعتقد ان اي شاب ممكن يقدر عليها لو حتى ما بيدخلش فلوس كتيره. بس هي الفكره كلها كله بيزعل لما يبتدي يبان له اعراض جانبيه. لازم برضو غير كونك شخص مقتدر ماديا ان انت تكون شخص واثق من نفسك وما تبقاش مهسهس. يعني مثلا لو انت شخص مهسهس وبدات تستخدم هرمونات وحصل لك اي عرض جانبي، فانت هتبتدي تتوتر وتقلق وهتكره حياتك بدل ما تفكر ازاي تحل العرض الجانبي ده. او لو انت شخص مثلا متهور ومتسرع، فانت مش هتكون مخطط ان ممكن يحصل لك اعراض جانبيه. الشخص اللي بيبتدي سايكل لازم يكون عارف الاعراض الجانبيه الممكنه من الالف للياء. فانت لازم تكون شخص واعي وواثق من نفسك، بحيث ان انت لو حصل لك حتى اعراض جانبيه فانت تتعامل معاها. وخلينا هنا واقعيين، مفيش حد هيمشيك على كورس يقول لك انا بضمن لك ان مفيش اي اعراض جانبيه، لان ده مش هيحصل. لان اصلا الادويه دي ليها فرصه اعراض جانبيه، هي كل الفكره ان هي نسب وحظوظ. ممكن شخص يجي له اعراض جانبيه، ممكن شخص تاني ما يجيلوش اعراض جانبيه. ولازم برضو ما يكونش عندك اي امراض نفسيه، يعني ما يكونش عندك مثلا جنون عظمه، ما يكونش عندك مثلا اكتئاب، ما يكونش عندك مثلا ثقه زايده في النفس او وهميه، لان كل الامراض النفسيه اللي عندك دي هتتضاعف مع استخدام الهرمونات. يعني لو انت شخص مثلا عصبي او شخص متوتر، فهتلاقي ان العصبيه بتاعتك دي زادت. طبعا الموضوع ده مش قاعده لكل الناس، بس لو انت عموما شخص مش سوي نفسيا فالافضل ان انت تبتعد على الهرمونات، لان السكه بتاعتها دي ممكن تضيعك. طبعا الفيديو ده ممكن ما يكونش زي ما ناس كتير متوقعه، يعني ممكن يكون ناس اتكت على الفيديو ده متوقع ان انا هقول له هتاخد 1 2 3 4 5، بس لو انت فعلا فهمت الاساسيات اللي انا قلت لك عليها هتفهم ان انا ما اقدرش ان انا اقول لك امشي على 1 2 3. يعني مثلا انا لما ابتديت اخد سايكل، فبعد ما درست الموضوع بصوره كافيه وبعد ما انا وصلت لفورمه كويسه بالكي او ناشفه، فانا مثلا صممت السايكل بتاعي عباره عن تستوستيرون 250 مللي جرام لمده 8 اسابيع، وبعدين عليت الجرعه لحد 500 وبعدين لحد 700 وبعدين رسيت على جرعه ال 500 لفتره طويله لفتره سنه. كنت برضو باخد مع تستوستيرون افيدرين عشان يساعدني في حرق الدهون، ده يعتبر انسيلري. كنت برضو بستخدم الكارنيتين، كنت بستخدم سبلمنتس كويسه، كان الاكل بتاعي كويس. كنت برضو بستخدم فينسترايد وفتره دوتاسترايد مع مينوكسيديل عشان شعري. كنت برضو في فترات بدخل النولفاديكس وهكذا. دي كانت اول سايكل هرمون استخدمتها، وفي فتره دخلت مثلا فيها حاجه زي البروفايرون. هل مثلا السايكل اللي انا قلتها دي انت بالشرط ان انت برضو تمشي عليها؟ لا مش شرط، لان السايكل دي انا بنيتها بناء على المعطيات اللي انا كنت عارفها، وبعد ما عملت دراستي واخترت ان خلاص دي احسن مركبات هستخدمها، هتكون موجوده في الصيدليه، هتكون فعلا موثوق من المصدر اللي انا هجيبها، وفي نفس الوقت ملهاش اعراض جانبيه كتيره، وحتى لو حصلت من اعراض جانبيه فسهل ان انا اتعامل معاها. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. اكتب لي تحت في الكومنتات انتوا عايزين تعرفوا ايه عن استخدام الهرمونات او السايكل ديزاين، وان شاء الله هعمل لكم سلسله فيديوهات عن ازاي تتعامل مع الاعراض الجانبيه، سواء مثلا مشاكل الضغط، مشاكل الكوليسترول، مشاكل السكر، مشاكل القلب، مشاكل الخصوبه او المشاكل الجنسيه اللي بتيجي من استخدام سايكل هرمون. هعمل لكل واحد من دول فيديو مفصل بالمكملات بالادويه اللي ممكن تساعدك في حل المشاكل دي. فلو انتم مهتمين بمحتوى زي ده يا ريت تدعموني بلايك وكومنت وشير، لان ده بيساعد الالجوريزم بتاع اليوتيوب ان ناس كتيره تشوف الفيديوهات دي وتستفاد منها. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عندك استفسار سيبه تحت في الكومنتات، ولو حابب استشاره ومتابعه الكترونيه فهتلاقي اللينك في الديسكربشن. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه.